بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين ريتاج، معكم ام سلسبيل. الوصفه تاع اليوم ان شاء الله اللي سوفلي. نبداو على بركه الله في المقادير. عندنا 400 غرام فرينه تكون مغربله، عندنا الحليب باش نطمو العجين، عندنا الملح بطبيعه الحال، عندنا ملعقه تاع اكل متوسطه، ناكد متوسطه تاع خميره العجين، ملعقه تاع سكر، وهنا عندنا 2 مغارف تاع زبده قبل نكيلوها وهي من العلبه هكذاك جامده باش ندوبوها. 2 مغارف تاع اكل زبده ومن بعد ندوبوهم. نبداو على بركه الله في التحضير. بسم الله. قبل ما نبداو في التحضير، الحشوه هنا راني كنت وجدت تكتوكه تاعي عادي جد بسيطه، بصل وطوماطيش وشويه حشيش مقطفه، وزدت لها شويه زيتون للذوق. هذا ما كان يعني تكتوكه سهله وبسيطه عادي تاع كل يوم. نبداو على بركه الله. عندنا الخميره والسكر نحطوهم هكذا، الملح ما نحطوهش دوكا حتى نخلطوه ان شاء الله. بسم الله. عندنا الزبده الهايليك، قلنا 2 مغارف وهي جامده يعني باش تذوبيها ماشي هكذاك. بسم الله. ونديروا الملح. هنا الملح هاي اللي كاني درت، وهنا الان هاي اللي كاني ندخل في الملح الزبده. ونبداو على بركه الله بالحليب. بسم الله. والحليب برك يكون دافئ عفوا. نبداو بالتدريج باش العجينه تاعنا ما تغلبناش والعجين يكون طري. وبعد ما بعد ما نطمو العجين نعجنوها شويه، ندلكوها حتى تولي رطبه في يدنا، ومن بعد نجوزو كيفاش نحلوها ونفغسيوها باذن الله. هاي ليك انا بدات تجمع معايا العجينه، وشنو بالك برك ديريها اختي يابسه، ديريها طريه وندلكوها حتى تولي رطبه. فوالا هاي ليك حباباتي العجينه بعد ما طميتها ودلكتها نقسمتها على 2، يعني عادي باش نخليهم يخمروا، باش كل وحده نحلها وحده ما نبقاش غير مقطع. هاي ليك العجينه تكون طريه ورطبه. نتلاقاو ان شاء الله كي تخمر باذن الله. هاي ليك حباباتي يعني نحل فيها بعد ما خمرت لي بيان سور، خلوها تخمر ومن بعد نحلوها. حبيت برك نقول لكم انا هنا ماني رشيت لا فرينه في البلان دو طرافاي لا والو، هاي قدامكم مع المباشر، لانه العجينه هذه كيف فيها الزبده يعني هاد العجينه هايله بزاف، نحبها انا، نحب نخدم بها. هاي ليك راكو تشوفوا لا فرينه لا والو، ها وحدها تساعدك. نحلوها شويه ما تكون رقيقه رقيقه حتى تجينا مقرمشه، ما تكون خشينه تجينا لاباط فيها هذيك البابه. حنا نحوسو ناكلوهم مع الشوربه ولا عين سوب يعني باش تجي مليحه. هاوليك مليح نقطع به. واللي ما عندهاش نورمال دير تاع الشوربه، دير كاس، يعني هي الحاجات اللي عندها في الدار تسلك راسها. حبيت برك نقول لكم هنا حباباتي العجينه ما لازمش تلميها هكذايا، لا لا، ديريها هكذا جوغ كيما لاباط فايتي، هكذا وحده على وحده وحده على وحده، ديريها هكذا خليها ترتاح. قسما نعمرو هادو بالحشو ونولوا ليها نصيبوها ارتاحت. هاي ليك نحلوها غير شويه بعد ما نكونوا قطعناها، غير شويه برك. هاوليك ما نعمروش المغرف بزاف، نحطوها هنا في الوسط، يعني الحشو نتي واش تحبي. ندنو شويه لهنايا. هنايا حبه البيض ضربناها، نمسحوا البانسو مليح، ما لازمش يطيح لنا البيض، ندهنو غير ليجي تخفيف خفيف.
فوالا. ونغلقوا الحبيبه ديالنا. هاي ليك نسقموها هكذا شويه، ومن بعد نحكموا الفرشيطه ونديروا لها هكا ديكور خفيف او ميم طون، يعني باش ما تتفتحناش في الفرن. ودوكا ندهنوا لها الوجه ديالها ونديروا لها السانوج، سواء تحبي ديري لها اختي الكريمه السانوج ولا جلجلان، يعني انتي واش حبيتي. هاي ليك هاي. ودوك نديروا لها السانوج وندخلوها للفرن على درجه، هاي ليك انا نديروا لها في السانوج وندخلوها على درجه حراره 180 حتى تحمر من الفوق ومن التحت، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. هامليك حباباتي لي سوفلي تاوعنا راهم وجدوا معانا، يعني خداو اللون ذهبي والله غير ما شاء الله، يعني تجربوهم. نقسم لكم حبيبه باش تشوفوها معنا، راهي سخونه. انا هذا وين خرجوا معايا من الفوق تشهي ما شاء الله. والعجينه تاعنا راكم تشوفوا فيها ما خشينه ما رقيقه. هاي ليك. وان شاء الله اللي عجبتها الوصفه تاع نهار اليوم دير الجيم للقناه وابوني. وش راح نقول لكم، ان شاء الله اذا جربتوهم بالصحه والهنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.